قصة هند والحجاج بن يوسف. تزوج الحجاج بن يوسف من امرأة اسمها هند رغما عنها وعن أبيها. وذات مرة وبعد مرور عام على زواجهما جلست هند أمام المرآة تتغنى بهذين البيتين قائلة: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله ضره، وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل. فسمعها الحجاج فغضب غضبا شديدا، فذهب إلى خادمه وقال له: اذهب إليها وبلغها أني طلقتها في كلمتين فقط، لو زدت ثالثة لقطعت لسانك، وأعطها هذه 20,000 دينارا. فذهب الخادم إليها وقال لها: كنت فبنتي؟ قالت: كنا فما فرحنا، فبنا فما حزنا. كانت أفصح من الخادم، وردت عليه ردا أفصح مما قال لها، وقالت له: خذ هذه 20,000 دينارا لك بالبشرى التي جئت بها. وقيل أنها بعد طلاقها من الحجاج لم يجرؤ أحد على خطبتها، أو أنها لم تقبل بما هو أقل من الحجاج، فأغرت بعض الشعراء بالمال فامتدحوها وامتدحوا جمالها عند عبد الملك بن مروان، فأعجب بها وطلبها للزواج، وأرسل إلى عامله على الحجاز ليصفها له، فأرسل له يقول إنها لا عيب فيها. فلما خطبها كتبت له وقالت له: إن الإناء قد ولغ فيه الكلب. فأرسل لها أن يغسليه 7 إحداهما بالتراب، فوافقت وبعثت إليه برسالة أخرى تقول: أوافق بشرط ألا يسوق بعيري إليك من مكان هذا إلا الحجاج نفسه. فوافق الخليفة وأمر الحجاج بذلك. فبينما الحجاج يسوق الراحلة إذا بها توقع من يدها دينارا متعمدة ذلك. قالت للحجاج: يا غلام، لقد وقع مني درهم فأعطينيه. فأخذه الحجاج فقال له: إنه دينارا وليس درهما. فنظرت إليه وقالت: الحمد لله الذي أبدلني مكان الدرهم دينارا. ففهمها الحجاج وأسرها في نفسه، أي أنها تزوجت خيرا منه. وعند وصولهم تأخر الحجاج في الإسطبل والناس يتجهزون للوليمة، فأرسل إليه الخليفة يطلب حضوره، فرد عليه قائلا: ربتني أمي على ألا آكل فضلات الرجال. ففهم الخليفة وأمر أن تدخل زوجته بإحدى القصور، ولم يقربها إلا أنه كان يزورها كل يوم بعد صلاة العصر، فعلمت هي بسبب عدم دخوله عليها، فاحتالت لذلك وأمرت الجواري أن يخبروها بقدومه، لأنها أرسلت إليه أنها بحاجة له في أمر ما، وتعمدت قطع عقد اللؤلؤ عند دخولها، ورفعت ثوبها لتجمع فيه اللآلئ. فلما رآها عبد الملك أثارته روعتها وحسن جمالها، وتندم لعدم دخوله بها لكلمة الحجاج تلك التي قالها له. فقالت وهي تنظم حبات اللؤلؤ: سبحان الله. فقال عبد الملك مستفهما: لما تسبحين الله؟ فقالت: إن هذا اللؤلؤ خلقه الله لزينة الملوك. إن هذا اللؤلؤ خلقه الله لزينة الملوك. قال: نعم. قالت: ولكن شاءت حكمته ألا يستطيع سقبه إلا الغجر. فقال متهللا: نعم والله لقد صدقت. وفهم قصدها وقال: قبح الله من لامني فيك. ودخل بها من يومه هذا، فغلب كيدها كيد الحجاج.